سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في يوميات منال. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا اتطلب مني اكله كده لحد غالي عندي قوي قوي قوي. فالمفروض ان هي كانت عايزه تجيب اكل من بره، تطلب اوردر يعني. وازاي يعني وانا موجوده؟ ما ينفعش. المهم، زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، حمام وفراخ وبتنجان وكوسه وفلفل وممبار وكفته وسمبوسك وايه تاني وجلاش. تمام. وايه تاني وورق عنب. كل دوت ان شاء الله بالهنا والشفا طبعا ليها. هنظبط الدنيا كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وخليكم معايا بقى كده للاخر ونشوف ايه الاكل ده هيروح لمين. كده بقى ايه، طبعا انا حطيت السمنه، سخنتها جامد، وحطيت فيها الكبد والقوانص بتاعت الحمام ومزوداها كبده. ماشي. هخليها بس ايه تاخد تكه كده عشان بس ما تنزلش ميتها، عشان لسه هحط لها بصله. ماشي. وهنعمل بقى ايه، هنعمل الحمام وال والفراخ برز المرة دي، مش بفريك. ماشي. عشان اللي عايزة الأكلة دي عايزة ايه، عايزة رز، عشان زوجها ما بياكلش. مش ما بياكلش يعني، عايز المرة دي رز. وانا بصراحة اول مرة اعمل رز للحمام او للفريك. تمام. طبعا انا حطيت هنا فلفل اسمر، وحطيت كمون، وحطيت دي طبعا بلحة الطيب، حطيت منها تكة كده عشان بتخلي الحمام حكاية. ماشي. كده حطيت بقى ايه، اتعصجت يعني، مش اتعصجت، نشفت الكبدة شوية. المهم ان هي ما تنزلش مية يعني. وحطيت عليها البصلاية، عصجناها تمام. وبعد كده بقى نقلب بقى الرز. ماشي. بصوا بقى، الرز ده يستوي يعني 3/4 سوا كده، مش سوا كامل. المهم عشان ما يعجنش منك يعني وانتوا بتسلقيه. هنقلبه وهنسويه زي ما قلت لكم. اهو كده ايه، يعني هحط له تكه ميه كده بسيطه، ونسيبه ايه يستوي. هو كده على السريع. طبعا انا بصوا، انا في حاجات بقدمها على حاجات، لان انا برتب الفيديو بعد ما بخلص. فبسوي يعني كل حاجه اجيبها لكم بتبدا وبتخلص في نفس الوقت. تمام. عشان طبعا في حاجات اتعملت قبل حاجه وحاجه اتعملت بعد كده. المهم ايه، ده الحمام. طبعا انا يعني بحوش الجلد من على اللحم بتاع الحمام وبحشيه. ما بتعرفيش، خلي الفرارجي يعملهولك. بصوا بقى، انا المفروض ان انا بعمل الحمام ساعات مسلوق وساعات بحطه في الفرن. بس انا الفرن احلى. ليه بقى؟ ما بتخسريش ولا حمامه من الحمام، ان ما فيش واحده في بس انا المره دي بصراحه سلقت، مش هكدب عليكم. طبعا انا بخيط الحمام، مش بحط له خله بصراحه. ومش يا جماعه مش بنملى الحمامه قوي عشان ما تفرقعش منك لما تتسلق. لان الرز برضو حتى لو مسويه نص سوا برضو بيزيد. ماشي. او كده بص، انا يعني حتى لو في حته ما تكونش سلكت مني كويس كويس فبظبطها. معلش اتلخبط. اهوت. دي طبعا بقى الفرخه. كده انا جايبه لها فرختين بلدي. بس اكيد يعني هينوبنا من الحب جانب، يعني مش هينفع اعمل ده عشاء. والله والله يا جماعه، انا بادئه في الاكل ده. يعني انا رحت جبت الحاجات دي العصر. ماشي. وبادئه فيها بعد صلاه العشاء. والمفروض ان الاكل ده مطلوب مني ان الساعه 10 يكون خلصان. فهتاخدوا بالكم كده، هتلاقوني بص طول الوقت مكشره ازاي. جوزي بيقول لي: هو انت مكشره كده ليه؟ قلت له: انا مش مكشره، انا مشغوله بالوقت. قال لي: طب ما تكشريش كده، شكلك مكشر خالص. قلت له: يلا مفيش مشكله، المهم ان انا مشغوله وعايزه اخلص بدري. طبعا أنا دي ميه حطيت فيها ورق لوري وحبهان، وحطيت فيها طماطم وبصل من تحت عشان يخلي الحاجه ما تبقاش زفره. ماشي. انا غاسله طبعا الحاجه دي، مخليها زي القشطه. تمام. قشي ليمونه على دقيق على خل، مخليها الحاجه زي الفل. ماشي. هنسيبها بقى تتسلق. بصوا اتسلقت اهي. بصوا بقى اضحكوا بقى، انا الحمام عندي مفكش مني في الشوربه. ماشي. عشان ايه؟ اوريكم ان انا شاطره. بس فك مني في الزيت. في حمامتين كده فرقعوا، مش عارفه ليه، مش فاهمه يعني بصراحه. بس يلا، مش مشكله. هنا بقى المحشي اعمله ني في ني. دي البصله حطيت عليها 7 بهارات، حطيت عليها كمون فلفل اسمر ومرقه ماجي. تمام. وحطيت برضو شعرة ملح. وهنعمل ايه بقى، هنمسك البصلة دي وبابريكا وشطة. معلش عشان انا برضو في حاجات بنساها. وبدعك البصلة كويس قوي في التوابل. وعلى فكرة يا جماعة، في لقطة هنا معلش ما جاتش.
ان انا هضيف، المفروض ان انا ضفت زيت يعني عشان على الخلطه بعد كده. تمام، بس ما جاتش في التصوير. هنعمل بقى ايه؟ نحشي البتنجان والكوسه والفلفل. بصوا بقى، الفلفل ده بصراحه انا اضطريت له ليه بقى، لان المفروض ان الفلفل ده مش بلدي، ده رومي مش بلدي. تحسوا كده ان اللحميه بتاعته تخينه، القشر بتاعته يعني تحس بصراحه تخينه بجد، ما كانتش عجباني. المهم طبعا دي كوبايه شاي انا قاعده مقريفه، فعايزه بصوا فاصل وانا اعود اروح اعمل كوبايه شاي واجي، عشان ايه يعني اخلي دماغي ما تنشغلش شويه. طبعا انا هتقولي لي انت عامله الحله كده ليه؟ عشان ارص فيها البتنجان وما يقعدش كل شويه يقع مني، على ما يثبت اروح ادليها بقى. كده بقى انا عملت الحمام والفراخ، المفروض بقى المحشي. وبعد المحشي بقى ايه؟ شو اهو، بصوا اوريكم انا برصه ازاي. جوزي عمال يقول لي اوعي تقع منك، اقول له لا ما تخافش مش هتقع. هو اللي خلاني عدلتها كده. بصوا بقى، يعني انا بيبقى الصراحه بيبقى بالنسبه لي كويس لما جوزي يبقى موجود وبيصورني، لاني بفضل رايحه جايه على الكاميرا. وفي الوقت ده بصراحه يعني كان يمكن الاساسي ان انا اتاخرت، ان انا استنيته لما جه، ماشي، عشان ما افضلش رايحه جايه، لان المفروض ان انا قاعده كده افضل كل شويه اروح افصل الكاميرا وارجع، وعشان اقعد اقص. بصوا انتوا لو تاخدوا بالكم من الفيديوهات عندي، الفيديو ده بالذات عامه بتحسوا انه مش مدموج كويس، او تحسوا انه منغمش كده بسبب ان انا دمجته كذا مره، ماشي، وارجع اعيده تاني اعمله صح، وارجع الاقي في حاجه غلط اعملها تاني، فاتلخبطت بصراحه. المهم سلقنا ايه، سوينا المحشي. وهنا طبعا بصوا الفيديوهات بتتلخبط، عشان ما حدش يقول لي انت حمرت الحمام من شويه. زي ما قلت لكم انا برتب الفيديوهات فبتطلع معايا بقى على حسب، لان أنا المفروض ان انا بعمل حاجات كلها في توقيت واحد. هنا عصقت بصله حطيت عليها اللحمه، ماشي، احط عليها فلفل اسمر، لان دي المفروض ان دي الجلاش، ماشي، وفلفل فلفل اسمر وماجي وشعر الكمون. على فكره انا بحط الكمون في كل الاكل، في ناس ما بتحبوش بس انا بصراحه بحبه. هنا طبعا الجلاش ده يا جماعه حلو قوي، انا جبته من سوق التلات اللي قبل اللي فات. يعني المفروض ان اليوم ده اللي كنت بعمل فيه الاكل ده كان يوم اتنين، كان ده التلات اللي قبله. انا جايباه فريش، لان الست اللي بجيب منها الحاجه بتجيلها وهي قاعده كده بتتعمل وتجيلها. حلو قوي، احلى من الباكت اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت. واكتر ليه بقى؟ هي بتبيع كيلو ب 25 جنيه. تمام، المفروض ان هي وزنت لي دول، قالت لي دول ب 10 جنيه، يعني لو مش ومش نص كمان، يعني اقل من نص. وبسم الله ما شاء الله كتير ورقيق وحلو جدا، ومش بيفتفت. يعني بصوا انا بقطعه بايدي ازاي، بجد بجد يعني انا هقول لكم الحاجه اللي بتبقى طازه بتبقى حلوه، بس والله قاعد في التلاجة بقى له اسبوع. تمام، حطيت طبعا رصيته وحطيت سمنه، وطبعا أنا كده حطيت اللحمه المتعصجه اهو. انا المفروض ان انا اعمل سمبوسك بلحمه، ماشي، بس بصراحه ما عملتهاش بلحمه. لا، الجلاش بلحمه هيبقى السمبوسه كمان بلحمه مش هتبقى حلو. هنا حطيت عليها جبنه موتزاريلا، طبعا ان الموتزاريلا عندي في التلاجة، جيت اطلعها لقيتها كلكيعه كده، ففتفتها بصراحه بعد ما ساحت، وحطيت نصها هنا واحط نصها في السمبوسك. طبعا الفراخ دي انا عاملاها بطريقه روكا، اللي هي بتعملها تدهنها زبده او سمنه بس، ماشي، بتدخلها الفرن بتطلع دهبي وحلوه، طعمها حكايه. هنا الجلاش طبعا بعد ما دخلته الفرن، حطيت بيضه وعليها كوبايه لبن، وحطيت عليها فلفل اسمر وشعره ملح، وسقيتها ورجعتها الفرن تاني. هنا استوت، ماشي. كده بقى ايه ناقص؟ ايه؟ الكفته دي ميه بصل، انا بصبع عليها او بصبع على الخل. تمام، بس ديت انا ميه بصل وحطيت عليها شعره خل كده. يا جماعه اللي يشوفني ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس، يعمل لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. بصوا بقى، انا بقالي 6 شهور ما نزلتش حاجه على القناه، من فتره كده، ويمكن انا حكيت لكم الظروف اللي كنت فيها، فالقناه بجد وقعت بجد، فيا ريت ما تنسوش كده تدعموني وتشتركوا في القناه. طبعا انا عملت الرز البسمتي شوربه، وفيها بصله متعصجه، وفيها ايه تاني، وفيها مكعب مرق وزبده، ماشي، وحطيت عليها كركم. وطبعا ضفت عليها الرز البسمتي، وولعت عليها زي ما انتم شايفين كده، معلش في حاجات بتفوتني. هنا السمبوسك، علبة جبنة فيتا، وحطيت على جبنة موتزاريلا وفلفل ألوان، وحطيت بقدونس،
ماشي. بصوا بقى حتى السمبوسه كانت منها برضو جبتها من الست دي، ان شاء الله هصور باذن الله واوريكم الحاجه عندها. هو فرش مش محل، بس والله حاجتها جميله جدا. ماشي، ان شاء الله اوريكم الحاجه باذن الله. السوق جاي لو في نصيب ورحت هوريكم حاجتها. بصوا، ولا دقيق ولا نشا، ما بلزقهاش بحاجه. وبصوا بسم الله ما شاء الله، ولا فكت ولا اي شيء. اهو كده. بقى ايه طبعا عندي ايه تاني؟ عندي الممبار. طبعا المفروض بقى في لقطه كده ما جاتش بصراحه بتاعه تسويه الممبار. ماشي. وفي هنا الكفته وده كله. بصوا انا عملت كل حاجه ما عدا حاجه، عشان اكون صريحه معاكم، ما عملتش الورق العنب. طبعا زي ما انتم شايفين كده الاكل ده لآية بألف هنا وشفا حبيبه قلبي. طبعا ده عيد ميلاد جوزها، فالمفروض ان ده كان عشاء ليها هي وهو قبل ما يحتفلوا بالعيد ميلاد. وانا بصراحه اللي صممت وقلت لها لا، انا اللي هعمل لك الاكل. طبعا انا قلت لها صوري لي لقطه كده عشان احطها في نهايه الفيديو. بسم الله ما شاء الله، الاكل اهو على السفره عندها، وبألف هنا وشفا. وكل سنه وانت طيب يا حمو، والسنه الجايه يكون معاك كوكي الصغنونه منوره بيكم يا رب. ويكونوا في اسعد حال ويهدي سركم يا رب. طبعا في بقى كده لسه اللقطه اللي بتاعت الجاتوه او التورتايه، هنشوفها دلوقتي. ربنا يسعدك يا قلبي، وتعيشي متهنيه دايما يا رب وفي خير وسعاده. اهيت. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، عشان ان شاء الله ان شاء الله كده يوصلكوا كل جديد. شايفين الجمال؟